يا نهار اسوح، يا نهار حتى انشيلوتي اللي هو اقرب مدرب تقريبا لفينيسيوس جونيور برضه بيشتكي من اللعيبه، وبرضه بيقولها بطريقه غير مباشره ان اللعيبه دي تنكه، وان اللعيبه دي ما ينفعش اللي حصل معاها. المذيع بيسال انشيلوتي بيقول له انت كنت كاتب في الكتاب بتاعك، الكتاب بتاع انشيلوتي، ان على تشابي الونسو ان هو يكسب ريال مدريد الليجا، اللقب اللي غايب عنهم بقالهم حبه. وان يا معلم انشيلوتي اول ما تم اصدار الكتاب، يعني عقبال ما انت كتبت الكتاب وتم اصداره، كان تشابي الونسو ده اصلا مطرود من ريال مدريد. لو بصيت فوق كده هتلاقي رقم جميل عايزين نوصل له قبل نهايه الشهر الكريم ده، واعتبرنا بنعمل تحدي مع نفسنا. دي حاجه انا اللي بقولها لك مش انشيلوتي خالص. انشيلوتي قال حاجه مهمه قوي، قال تشابي الونسو طبعا الكلام اللي احنا عارفينه والناس كتير قوي جوه الاداره بتكذبه. قال لك تشابي الونسو افتقد للتاقلم، الموضوع مش فني نهائي، كان بيستبدل حاجات كتير قوي، ما ينفعش يعمل حاجات زي كده في اوقات قصيره، الحاجات دي بتحتاج وقت طويل. قال لك انا لما وصلت ريال مدريد في 2021 كان في لعيبه خبره ومخضرمين زي كازيميرو وتوني كروس ومودريتش وبنزيما، كان معاهم لعيبه شباب زي فينيسيوس ورودريجو وفالفيردي. ومن حظي الحلو، هو اللي بيقول كانشيلوتي، ان اللعيبه المخضرمين والخبره دول كانوا قمه في التواضع، فقدرت ان انا اخلي الاتنين كل واحد فيهم يستفاد من التاني. مفيش حد فيهم كان عنده غرور، مفيش حد من اللعيبه الخبره كان عنده غرور على اي حاجه في الكوره، كان عندهم استعداد ان هم يفيدوا الشباب دول بكل حاجه يقدروا يقدموها. طبعا انت عارف ان للاسف تشابي الونسو لما وصل ما كانش دي اللعيبه الموجوده.